تمام تمام جدا. الاهلي يتعادل مع ابني بعد مباراة امه دعياله اللي ما شافهاش. اسمع مني انا بقى، والدته دعياله اللي ما شافش الماتش ده ساعتين من الديب سليب، ساعتين من النوم، من السبات العميق، نوم عميق ساعتين. الواحد عايز يشوف هجمة، جملة، كلمة، اي مفيش تماما. وجي كالوشة كملها. طب انت جالك ضربة جزاء يا كالوشة، يا كالوشة؟ ده انت قعدتني 7 دقايق بطني مكركبه، لانك لما تضيع ضربه جزاء في الوقت ده لازم الاهلي يجيب جون. بس هو يعني كولر. هتكلمني بقى واحد يقول لي لا كولر مين؟ يتكلم عن قفشه. اقول لك ما هو موضوع قفشه ده احنا حاسمينه يا جماعه من فتره كبيره. انا كنت لسه بتكلم مع اصحابي على الجروب من شويه، قلت لهم يا جماعه قفشه حله الوحيد انك انت تلعبه حافي، يعني خد منه الاسترزات، قول له العب حافي، جرب كده، جرب. انا بقول لك الجزمه كبيره عليه. واحد يقول لي طب ما يجيب جزمه على قده، هقول لك مفيش مقاسه في الرجالي مش موجود. يعني قفشه لو دخل قال له هات له مقاس، هات لي مقاسي، هيقول له في الاطفالي مقاس 18 خش، فهو بيتحرج يقول له دي، فبيجيب له مقاسه من الرجالي فبيطلع كبير عليه. فانت بتشوف اهو الجزمه كبيره قوي عليه، والباص غلط، والتحركات غلط، والشوطه غلط، والاوفر غلط، والاسيست غلط، والبينيه غلط، كل حاجه غلط. يعني قفشه قلت لك حله ايه؟ عايز تاخد اداء من قفشه لعبه حافي. اسمع مني انا، اسمع مني انا جبت لك النهايه بتاعت الموضوع ده. بالنسبه لاكرم توفيق، اكرم توفيق انا ليه بحس ان هو رجوله، جدع، محترم، بيعمل وجايب مع اهل حتته كلهم، بس ممكن يدافع كويس جدا، كلنا عارفين ده طبعا. انما اكرم هياخد الكوره وهيحاول يعمل باص وهيحاول يدخل لقلب الملعب، اتكلمنا في دي كتير. اكرم توفيق ما عندوش كوره. طب كوكا، كوكا عجيب النهارده، كان بينافس، عايز يدخل موسوعه جينيس لاكتر واحد عمل ميس باص في تاريخ كره القدم. مفيش باصه واحده صح يا كوكا، واحده مفيش، باصه واحده مفيش. طب بالنسبه مين تاني؟ كولر عنده اشرف داري بقاله ماتشين كويس، والراجل خلاص بدا يلقى استحسان جماهير الكره المصريه وخصوصا الاهلاويه. لا هقعده، قعده. غريبه، عجيبه، جديده. امام عاشور بان قوي ان امام عاشور امكانياته كلها في قلب الملعب، والناس كلها عارفه ان امام عاشور بيلعب في قلب الملعب. امام عاشور دايما هو اللي بيستقبل الكره الثانيه، امام عاشور دايما هو اللي بينزل يتحرك بين الخطوط، وخصوصا في ماتش زي ده لما يكون عندك تكتلات. انبي النهارده بيلعب، انبي حاطط 10 انابيب مليانين قدام ال 18. 10. كابتن محمد اسماعيل قاعد بره ماسك الشيشه، حد يعرف يعمل هجمه؟ مفيش 10 لعيبه. وبعدين كولر بيقول ايه؟ حد فيكم اتفرج على الماتش في المؤتمر بقى؟ 10 لعيبه واقفين عندي قدام ال 18 بتاعت انبي. انا عمرك شفت كده؟ شفت كده كتير يا كولر، بس انت اللي بدات ماتش غلط. انت اللي لعبت امام عاشور وينج، وانت عندك حسين بره، وانت اللي بدات بتاو، ودي غريبه. واحد يقول لي ما كان يبدا بمين؟ اقول لك ابدا بكريم الدبيس، اللي هو اخر ماتشين برضه متالق وراجل عامل شغل هجومي. كريم الدبيس اللي هو جاي ينزله في الدقيقه كام؟ 80. في الدقيقه 80 جاي تنزل كريم الدبيس. ولا وعمر الساعي اللي هو اصلا يا عيني فقد الثقه في نفسه، فجاي ينزله في وقت في الدقيقه 7 83 ولا الدقيقه 82 والماتش متكهرب، والواد خلاص كده نفسيته اتدمرت تماما. كولر عجيب غريب، مش فاهم بيعمل ايه. ونزل سمير محمد ووسام ابو علي، مفيش اي امداد بيجي له عشان الواحد يقدر حتى ينتقد ويقول وسام مفيش كوره جات له النهارده. وسام جات له كره واحده شاطها الجون مسكها بس في 90 دقيقه. في 90 دقيقة الأهلي أدى مباراة النهاردة من أسوأ مبارياته في التاريخ اللي أنا شفته. يعني أنا ما شفتش أداء في حالة من حالات العقم الهجومي كده للأهلي من فترة. واحد يقول لي ما هو بسبب التكتلات. مفيش حاجه اسمها بسبب التكتلات، ما انت عندك امام عاشور ما بيحلش على الوينج. امام عاشور كنت تدخله في قلب الملعب، كوكا كان يخرج من البدايه، ولما تيجي تخرج مروان عطيه بدل كوكا اللي هو اصلا المفسد الاول لهجمات الاهلي. قفشه مش شايف ومش في حالته، اسحبه ونزل حسين الشحات، وهات حسين ناحيه الشمال، وهات امام في قلب الملعب. غريب عجيب. كولر تسبب اليوم في ان الاهلي يظهر بهذا الشكل. يعني ما شفتش الاهلي بهذا الشكل من فتره كبيره قوي. 90% من لعيبه الاهلي النهارده مش في حالتهم تماما. مفيش واحد في الاهلي النهارده في حالته. هتيجي تكلمني على اللعيبه او اسوأ اللاعبين النهارده؟ اكرم توفيق، كوكا، قفشه، تاو. تاو ده بقى قصه تانية.
تاو ده موضوع تاني خالص. هو تاو تحس ان هو عليه طار الايام دي ومستخبي في التتش وقاعد. سيبوني، لا طب اطلع من مصر، لا سيبوني سيبوني بس سيبوني يا ابني، مش عايز الاهلي، مش عايزك امشي، مش عايزينك، لا انا قاعد سيبوني بس. تفهمش تاو ماله، ما تفهمش تاو ماله. في النهاية ده تالت ماتش على التوالي بين الاهلي وانبي ينتهي بالتعادل. تالت ماتش انبي، الاهلي بقاله 3 ماتشات مش عارف يكسبه. الاهلي لعب ماتش بلوزداد كويس، لعب ماتش المصري الشوط الثاني بشكل كويس، ماشي بخطى ثابته اهو، قام جاي متعرقل قدام انبي علشان يبقى في المركز الثالث متساويا مع بيراميدز تقريبا، وفاضل له ماتش مؤجل لسه مع سموحه. الكوميدي في الموضوع ان الاهلي الماتش المؤجل بتاعه ده لو كسبه يتصدر الدوري بفرق نقطه. واحد يقول انت بتهزر، اقول لك والله ما بهزر، ده الواقع، ده الواقع. في حلقه ناريه على اليوتيوب بعد قليل فيها موضوعات مهمه قوي. واحد يقول لي موضوعات تخص ايه؟ اقول لك موضوعات تخص الصفقات. واحد يقول لي صفقات للاهلي، اقول لك امال لمين؟ الشكل بتاع الاهلي ده لابد له من صفقات، ولا بد له من مدير فني لازم الاهلي يجهزه من دلوقتي. استنوا حلقه ناريه على اليوتيوب بعد قليل. سلام عليكم.